على مر تاريخه. كرة في منتصف الملعب، حتى الآن في طبعا احترام للخصم، لكن في رغبة وجدية راح تكون واضحة وكبيرة في الدقائق القادمة. شنايدر الله على الكنترول، تمرير كرة في الجهة اليسرى، فهيد يرسل كرة عرضية لكن الكرة تصطدم بأحد لاعبي نادي التراكتور، والكرة إلى رمية تماس تنفذ بشكل سريع. عثمان اليهري بيحاول يرسل كرة، الله! ليالي فهود الغرافة، ليالي فهود وآسيا تبدأ من هنا، تبدأ اليوم من استاد ثاني بن جاسم هنا في معقل الفهود. لا تعتقد بأن لك كلمة، الله يا تريمي هو الكلمة، هو من له الكلمة. هدف المباراة الأول، عرضية مثالية رائعة جميلة رأسية ولا أجمل، تضع الغرافة في المقدمة من هذا اللقاء في بداية مثالية. بالله شيء أن يعوض الخسارة الكبيرة جدا التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام لكم. الكرة ملعوبة لصالح نادي تراكتور، الكرة بتعود للخلف، عادت مجددا، تريمي خطفها، الثاني لكن يا الله تلاعب بالمدافعين. الإيراني تريمي يظهر أمام الفريق الإيراني، بيضيع المدافعين، يتلاعب بالمدافعين، ويبدو بأنها مباراة، يبدو بأنها ليلة مهدي تريمي. شوف التلاعب بالمدافعين، هو مرنها لشنايدر لكن المدافع الإيراني أو المدافع الكرواتي سيمي غريغوروف تكفل بأن يضع الكرة في شباك فريقه، وبالتالي الهدف الثاني. الفهود في أفضل صورة، والكمباك يا غرافة، والكمباك يا فهود. 2-0 في 22 دقيقة في شوط المباراة الأول. هذا هو سيم غريغوروف بالنيران الصديقة، وفي لقطة حقيقة الكرة رايحة لشنايدر، لكن قبل أن تصل لشنايدر المدافع غريغوروف وضعها في مرماه وأعلن عن تقدم الغرافة بهدف ثاني. وهنا سعد سطام الشمري النجم الكبير والظهير الأيمن الطائر، الرجل الذي تحدث قبل هذه المباراة وكان هذه هي جماهير الفهود السعيدة. وهذه فرصة الثالث يا تريمي، يترجم أفضلية طوال هذه المباراة بهدف ثالث. نعم هي ليلة مهدي تريمي، يسجل هدفا ثالثا ويتألق. لم يكن أنانيا، أراد بأن زميله بأن يسجل، لكن الكرة تعود إليه وتريد أن يسكنها في الشباك. يفعل ذلك ويضع الهدف الثالث للغرافة في هذه اللحظات لتصبح النتيجة 3-0 بثلاث نقاط أولى، 3 أهداف لفهود الغرافة و3 نقاط أولى في بداية المشوار الحقيقية في دوري أبطال آسيا. لتعود هذه الجماهير سعيدة مبتهجة فرحة بهذا الأداء الكبير الذي قدم.